السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني في كل مكان، أحلى متابعين وأصحاب وأخوات، بحبكم في الله. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض صينية بطاطا حلوة بالكريمة. زي ما انتم شايفين كده. لونها حلو قوي وشكلها يفتح النفس. وطالعة كده من الفرن شكلها جراتان وتحفة، وطعمها كمان أحلى وأحلى. هنقول بقى يعني الجو طبعا ساقعة والبيت محتاج يدفى، نولع الفرن، ومحتاج أكلة حلوة كده تدفي الولاد. فبنفكر بقى نعمل لهم ايه. فبنبدأ نعمل لهم حاجة حلوة تكون مش مكلفة، وفي نفس الوقت تخليهم يدفوا وياكلوا. ففكرنا بقى يعني طبعا بنعمل البطاطا بالطريقة العادية المسلوقة والمشوية. فالولاد بيزهقوا منها بصراحة، يعني لما بتبقى بالذات في أوانها وكتيرة وبتيجي كتير في البيت وبتتعمل كتير في البيت، في الوقت ده الولاد بيبقوا عايزين يغيروا عشان يرجعوا ياكلوها تاني. فاحنا بقى يعني لما بنلاقي الحاجة بتقعد وما بتتاكلش بنحاول نجدد في الوصفات. فقلنا بقى نعمل صينية بطاطا بالكريمة تحفة جدا وتجنن. طبعا انا قطعتها وهي سخنة علشان طبعا يعني انا قلت اقطعها سخنة علشان اقول لكم وهي سخنة احلى ولا وهي باردة. وطبعا وهي باردة احلى كتير، لانه هي بتكون الكريمة جمدت وبتقدري تقطعيها كويس وطعمها كمان بيكون اجمل. طبعا كنا عاملين كمان زلابية علشان كان الاجازة بقى صباح الجمعة، و يعني سهرة الخميس بقى كده والولاد بياكلوا، بالهنا والشفا ليهم يا رب. عملنا بقى البطاطا ازاي. طبعا كان عندي بطاطا مسلوقة ما اتاكلتش، فبدأت بقى اقشرها. تقدري انت تجيبي اصلا البطاطا من غير ما تسلقيها، بقى تقشريها كده بالمقشرة بتاعة البطاطس وتقطعيها، وبعدين تسلقيها سهل يعني. بس هي كانت عندي بصراحة اصلا مسلوقة مستوية يعني، فانا بدأت اقشرها كده بنفس الطريقة دي كده بقشرها. وبخلص بقى كمية البطاطا بتاعتي كلها بالنظام ده، بقشرهم كلهم كده وابدأ بقى زي ما انتم شايفين خلصناها. وجبت بقى قطعة زبدة كده دهنتها في الصينية. طبعا تكون الزبدة كده لينة عشان تعرفي تدهنيها في القالب بتاعك او في الصينية بتاعتك. دهنت كده في الجناب وفي كل حتة في الصينية. وبعد كده بقى البطاطا بتاعتنا هحط بقى عليها المكسرات اللي تحبيها كلها حطيها عليها. فانا بحس ان اللي بيليق دايما على البطاطا الزبيب وجوز الهند بس، يعني ما بيليقش عليها قوي السوداني او اي مكسرات تانية. فانا بحط زبيب وجوز الهند خلاص. بحط بقى كده الكمية اللي انا عايزاها طبعا. وبعد كده بقى بنقلبهم كويس كده في البطاطا. حطهم طبعا في حاجة واسعة، يعني طبق واسع كده عشان بس اتمكن من اني ادخلهم كده في البطاطا كويس واقلبهم فيها. وبعد كده بقى طبعا بنزلهم بقى بعد ما اقلبهم كويس، بنزلهم بقى في الصينية اللي انا دهناها بالزبدة. اقلبهم كده واسويهم بقى، يعني بقى احطهم في الصينية
يعني احطهم في الصينيه كده لحد وابدا اظبطهم بايدي كده، اكنك بتعملي بسبوسه وبتظبطي كده بايديكي علشان تبقى مفيش حاجه فيها حته واطيه عن حته، يعني تبقى الصينيه مساويه في بعضها كده. بعد كده بقى، بعد ما اسوي الصينيه كويس قوي، ببدأ بقى اعمل لها الكريمة. تمام. الكريمة طبعا لازم يكون عندك لبن حليب كده حلو، علشان كل ما بيبقى اللبن دسم بتبقى افضل طبعا. هي اكلة شتوية يا جماعة، يعني محدش يقول هتخن ومش هتخن، هي اكلة شتوية لذيذة بتدفي. فاحنا هنجيب بقى كده بعد ما سوينا الصينية نجيب معانا من 3 كوبايات ل4 كوبايات من الحليب، على حسب ما هتحطي. 3 كوبايات، كل كوباية بيكون لها معلقة من النشا، معلقة كبيرة مليانة. هنحط بقى، انا حطيت 4 كوبايات وحسيت ان هما كتير، يعني 3 كوبايات حلو قوي الكمية دي. هو البطاطا كانت حوالي مثلا كيلو بطاطا، تمام، او اكتر شوية. وبعد كده بنحطها بقى كده ونحط بقى معلقة من الكريم شانتيه، ونقلب كله مع بعضه ونرفعه على النار. بس بنقلبه الاول على البارد لحد ما ندوب كده النشا والكريمه في بعضهم كده في اللبن في الحليب، وبعد كده نرفعهم على النار لحد ما ياخدوا قوام. يا ريت بقى لو معايا لحد دلوقتي كده لسه ما خرجتوش من الفيديو بتاعي، لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى يا جماعة في اللايك والشير، واللي ما اشتركش معايا يشترك في القناة ودعموني كده. طبعا والله تعليقاتكم الجميلة كمان اللي بتسيبوها لي بتديني حافز كده، فما تنسونيش بقى من لايكاتكم وتعليقاتكم. هنبدأ بقى كده نقلب لحد ما تاخد قوام. زي ما انتم شايفين كده خدت القوام، بس ايدي فيها على طول عشان ما تكلكعش. بعد كده بقى اول ما بتاخد قوام ببدأ ارفعها من على النار واضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة، وكمان بضيف باكوين من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا. تمام. واقلبهم كده في على السخونية بتاعة الكريمة كده، بيدوبوا على طول، بتدوب على طول الزبدة لحد ما تختفي خالص كده. وبعد كده بقى بنزل بيها على البطاطا كده لحد ما احس ان هي يعني مش شرط الكميه كلها. المهم ايه، انا قلت لكم طبعا هي كان المفروض اعمل 3 كوبايات، بس انا عملت 4 كوبايات من الحليب. فانتي لو هتعملي اعملي 3 كوبايات بس. بتجيبي بقى سكر بودره وبترشيه على وش الصينيه، او لو عندك شربات من بتاع الكنافه والبسبوسه والحاجات دي بترشيه برضو على الصينيه. بتحطي كده معلقتين على الصينيه برضو، وبتدخليه بقى الفرن على الشوايه تكون مفتوحه، وبتطلع بقى بالشكل الجميل ده ما شاء الله. لونها حلو، وكمان سهلة وسريعة بقى. جربيها هتعجبك قوي، ومش مكلفة واقتصادية، مكوناتها كلها في البيت، وتغيير للأكلة المعتادة. بكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون نال إعجابكم، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.